نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، غبت عليكم شوية موسم بقى الامتحانات. كنا واخدين كمان دور برد وتعبانين جدا، دور برد شديد قوي وكنا تعبانين، بس الحمد لله قمنا بالسلامة. ونرجع بقى لفيديوهاتنا، وشجعونا يلا في التعليقات وصلوا على النبي كمان. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه علشان جو الشتا بقى اللي احنا فيه ده. نعمل حاجة حلوة للولاد كده. دي باستا فلورا زي ما انتوا شايفين، وبالعجينة دي هاعمل لكم كمان وصفة تانية حلوة قوي برضو في الفيديو، فياريت تابعوا الفيديو لحد الآخر. تعالوا نشوف الأول مقادير الباستا فلورا. عملنا دي كوباية إلا ربع سكر وكوباية إلا ربع سمنة. تمام. تمام. طبعا بقى جو شتا وكده، فنعمل للولاد شوية حلويات وأجازة. فطبعا لازم بقى نهتم في فترة الأجازة دي بالولاد شوية. هنبتدي نضربهم مع بعض بقى، السكر مع السمنة بالشكل ده، بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي زي ما تحبي، لحد ما يتخلطوا كويس كده مع بعض. تمام. تمام. هي وصفة بسيطة سهلة، مكوناتها طبعا في البيت، مش مكلفة قوي يعني. هنحط كمان عليهم بيضتين، ونحط طبعا شوية فانيليا. تمام كده. وقولوا لي اخبار السقعة عندكم ايه، واللي بيتفرج عليا يقول لي هو بيتفرج منين. هنضربهم بقى، انا قلت هضربهم مش هستخدم المضرب الكهربي وهستخدم اليدوي. هو الطبق ده الصراحة كان مضايقني، كان الحاجة بتطلع منه بره، فما عجبنيش في خلط الحاجات يعني. استخدمت المضرب اليدوي زي ما احنا شايفين كده، وممكن كلها نعملها بالمضرب اليدوي، مفيش مشكلة خالص في الباستا فلورا. نضربهم كويس قوي مع بعض. نفس العجينة زي ما قلت لكم هنعمل بيها بسكوتات حلوة قوي برضو. وطبعا خلوا بقى في فترة الاجازات دي الولاد يشاركوكم. وهتشوفوا برضو ازاي ولادي يشاركوني في العمل الوصفات دي. هحط عليهم بقى ايه، هحط عليهم كوبايتين وربع دقيق. تمام كده. تمام. هنزل كده واحدة واحدة واقلب برضو. منساش كمان إن البيكنج باودر كنت هنساه في ايه، فقلت احطه على الدقيق برضو. اهو. دي نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. قلبته كده مع الدقيق عشان يختلط معاه، وابتدي بقى انزل بيه شوية شوية. الوصفة دي برضو هستخدم فيها مربى، موجود طبعا مربات دلوقتي اليومين دول كتير. مربى الفراولة موجودة، ممكن نعملها اليومين دول حلوة قوي. انا في منزلة وصفة مربى الفراولة، يا ريت ترجعوا تشوفوها. هبقى اسيبها لكم في صندوق الوصف. تمام، وبرجعوا شوفوها. انا خدت بقى مقدار العجينة، سبت قطعة صغيرة قوي بس من العجينة، عشان دي هجمل بيها الوش. ماشي، بس خدت أغلبية العجينة. طبعا حطيتها في صينية مدهونة سمنة ومرشوشة بالدقيق، عشان تطلع مني بسهولة بس وانا بخرجها. وابتدي بقى اعملها، بوريكم مربى الفراولة اللي انا كنت عاملاها اهي. شوفوا وصفاتها تحفة جدا وطريقتها تحفة قوي، جربوها بجد، من احلى المربات اللي الواحد بيعملها. وكنت عاملة كمان مربى جزر. يا رب بس اعرف انزل لكم الفيديو، هو للاسف ما كملش قوي لاني كنت في الفترة دي تعبانة جدا، جالي دور برد شديد قوي، الدور المنتشر اليومين دول. ف... فما كملتش تصوير الفيديو للاخر. فلو وعرفت انزل لكم منه حاجه هنزله ان شاء الله. طلعت حلوه قوي برضو، بصي مربى الفراوله تحفه ولونها حلو ازاي، حلو قوي، اعملوها في البيت والله. يعني ممكن تكون يعني اسعار الحاجه عاليه شويه، السكر والحاجه دي، بس بجد هتبقى انضف واحسن من بره كتير. شهر رمضان جاي برضو، نبتدي نعمل حاجات ونخزنها يعني على قد ما نقدر وعلى قد إمكانياتنا، مش بقولكم حاجات يعني مهولة، بس على قد الإمكانيات في الحاجات دي بتوفر علينا جهد وكل حاجة. هبتدي أفرد بقى الإيه المربى كده في الصينية. حطي طبعا الكمية اللي انت عايزاها. تقدري تعملي مربى، تقدري تعملي مخلل، تقدري تعملي تفريزات، على حسب مقدرتك اعملي. الحاجات دي بتبقى خير في البيت طبعا يا حبايبي، وبتسهل علينا حاجات كتير جدا. تمام كده. تمام. بقية العجينة بقى هجمل بيها ازاي، تعالوا هتشوفوا دلوقتي. انا كنت بحاول بس اغطي كل جزء باين من العجينة.
تمام، بقية العجينة أهي. أنا حبيت أعملها إكسات كده، أنا في الأول عملتها بإيدي وبعد كده عملتها يعني بالقمع شوية، وبقيتها عملتها إيه، زي بشرتها كده المبشرة. ممكن أبشر كل العجينة، ممكن أشكلها كده، ممكن أعملها خطوط زي أي حد بيعمل باستا فلورا بيعملها زي خطوط كده متوازية كده، زي ما أنا حابة. ممكن أعملها قلوب. أنا حبيت الشكل بتاعها ده أوي. دخلتها الفرن طبعا على درجة حرارة 180، في نص الفرن. تمام، وطلعت بالشكل الجميل ده. طبعا الولاد كانوا بيتخانقوا عليها، كانت وحشاهم بقالي فترة ما عملتهاش بصراحة. فهتشوفوهم هما بيتخانقوا عليها ازاي دلوقتي، ما كانوش سايبيني حتى اصور، يعني كنت المفروض اصورها واصور كمان البسكوت مع بعض. بس طبعا هم اكلوها من قبل ما نعمل البسكوت اصلا. كنت عامله مقدار البسكوت لوحده ومقدار الدقيق لوحده، يعني ما عملتش ما خلطتش العجينتين مع بعض. بس هي تقريبا نفس العجينه، بس هقول لكم الاختلاف فين. بدات بقى اقطعها، كنتش عايزه ابوظ الشكل اللي انا عاملاه على الوش، كنت دقيقه وانا بقطعها قوي. بصوا بقى جميله ازاي وحلوه، بجد من الوصفات السهله البسيطه. وطعمها دايما بتطلع حلو وناجحه دايما يعني ان شاء الله. بوريكم بقى شكلها. طبعا الولاد واقفين لي ومتحفزين لي في الوقت ده جدا، كل واحد واقف بالطبق بتاعه عشان خاطر اقطع له، لان انا عايزه اقطعها بشكل حلو. فكنت سايبه مهمه التقطيع عليا، فمش عايزه حد يقرب لها يبوظ شكلها. بصوا بقى بنتي اهي عايزه تقطع، قلت لها لا استني انا هقطع لك انا. مش صابرين، عمالين ياكلوا منها من قبل ما تتقطع كمان. بالهنا والشفا عليهم طبعا. في الاجازات والروح الحلوه دي في البيت لازم تكون ما بينكم وما بين الولاد. ربنا يخليهم يا رب كلهم لينا يا رب. طبعا واحنا بنتعب وبنعمل ده كله عشانهم. بصوا شكلها في النهاية كانت تحفة جدا. جربوها. خليكم معايا عشان تشوفوا الوصفة التانية هنعملها ازاي من نفس العجينة تقريبا. بصوا نفس العجينة تقريبا، بس في الباستا فلورا انا حطيت كوبايتين وربع دقيق، لا انا هنا زودت الدقيق شوية. يعني بصي، احنا هنزود حوالي ربع كوباية دقيق. تمام كده. خلاص، على حسب ما انتي شايفة العجينة ايه، عشان ما تفرش قوي كبسكويت يعني. خلاص. فانا طبعا هو فرش مني شويه، يعني هو كان عايز شويه دقيق شويه. انا كنت انت ممكن تجربي وتجربي بسكوته تخبزيها تشوفي هتفرش قوي ولا لا. تمام. بصوا انا عملت الشكل ده كده على اساس ان انا احط فيها مربى من النص. وطبعا الولاد في الوقت ده كانوا بيشاركوني وبيعملوا معايا، هم كانوا حابين يعملوا معايا بسكوتات دي ويشكلوها. شايفين كل واحد بقى قاعد يعمل، او كل واحد عامل ايه، وانا سايبه كل واحد بيشكل الشكل بتاعه. اللي بيعمل بالمكنه بتاعه البيتي فور وزي انا بقى عملت ده الشكل ده. وفي حد تاني عمل شكل تاني برضو. فسبت كل واحد يشكل وينبسطوا معايا. اه. وهنا برضو حطوا بدأوا يحطوا قرفة هما كمان على بعض البسكوتات حطوا عليها قرفة. ممكن نحط قرفة، ممكن على عجينة طبعا، ممكن نحط قهوة، ممكن كاكاو زي ما احنا حابين. بس انا عملت بالمتوافر عندي يعني. وبدأت بقى بعد ما اتخبز في الفرن برضو وطلع. آه بدأت احط عليه بقى شوكليت، صوص شوكليت وفراولة. ممكن كمان دالوتس زي ما احنا حابين. هشكل بقى الكمية كلها واوريها لكم في النهاية. كانت حلوة قوي بنفس مربى الفراولة برضو اللي انا كنت عاملاها. عملوا معايا كمية حلوة، وفي كمان كانوا حبة بالقرفة هناك اهوت، كانت ريحتها حلوة قوي. هو كان محتاج مني سن دقيق عشان بصوا هي كبرت شوية. هما كمان كانوا عاملين الاشكال كبيرة دي عشان عليها قرفة ما فرشتش قوي زي التانية اللي هي بالفانيليا بس. جربوها يلا وفرحوا الولاد. سلام.